ده بايظ. ايه ريحه البصل دي؟ بص احنا طلبنا شويه ابيتايزر مختلفين كده، هندي وسي فود وجاست سماش، يعني ايه عملنا ميكس كده رهيب، ثلاث حاجات ما لهمش اي علاقه ببعض خالص. ده بقى الجزء الثاني من تجربه ابيتايزر المطاعم. كنا عملنا بقى الفيديو ده قبل كده، بس ده بقى ايه تاني فيديو من السلسله دي. لسه بقى ما عملتش لايك، اعمل لايك جميل، واعمل سبسكرايب للقناه، واعمل بقى كومنت، واكتب لنا بقى كده ايه افكار نعملها سوا. ويلا بينا نبدا بسرعه. تعالوا نبدا باول حاجه وهو الابيتايزر بتاع الجاست سماش. تعالوا نشيل السي فود ونشيل الهندي على جنب. جاست سماش طلبنا منه سنجل سماش فرايز ب 140 جنيه. يلا بينا نجرب ابيتايزر المطاعم. الناس كلها بقى بتجرب المطاعم، بس قليل جدا اللي بيجرب ايه ابيتايزر المطاعم او مقبلات المطاعم. احنا لقينا منها تو سايز، ده والسايز اللي هو الاكبر منه. ده شكلها اوه. بص بقى، هي دي بتبقى عباره عن فرايز واخده سماش برجر. سماش برجر بقى متقطع كده بالشكل ده، واخده كمان كراميلايزد اونيون وشيدر، واخده كمان خيار مخلل. تعالوا نجرب. بقى شوكتك الفتاكه كده تنزل من تحت، تطلع الفرايز اللي تحت مع بقى لحمه مع كراميلايزد اونيون مع خيار مخلل. شوكتك الفتاكه بسم الله. خطيره خطيره. السماش بتقطع صغير قوي، تحسه لحمه مفرومه. سعرها 140 جنيه، ممكن نجيبها وجبه اساسيه اصلا، لان هي فيها فرايز، فيها بروتينات، كمان فيها صوصات، فيها كراميلايزد اونيون او بصل مكرمل. وجبه مشبعه كامله. بس لو كانت تزيد في الشيدر يا جدعان كانت هتبقى ايه طريه اكتر كده، والتيست فيها اعلى. المفروض ان هي حاجات تبقى مش مشبعه، وتبقى ايه سايد جنب جنب المين كورس اللي انت هتطلبه، او جنب الاكل اللي انت هتطلبه. فما بالك بقى ابيتايزر يعتبر اصلا وجبه اساسيه مش سايد خالص جانبي. يلا بينا ندخل على المكان التاني. هندي ولا السي فود؟ هندي. خلاص بالاراء هندخل على المكان الهندي. الاكل الهندي ده برضو ايه هنجرب ابيتايزر هندي، فاهمين؟ يعني جربنا ابيتايزر مصري بتاع جاست سماش، هنجرب ايه ابيتايزر هندي. مطعم هندي نفتح. هي دي من حلها مش هيتفتح غير كده. ده هي شنطه جوه شنطه جوه ايه دي. بصوا احنا المنتج اللي احنا طلبناه منتج غريب، اللي هو ايه المقبلات اللي احنا طلبناها دي مقبلات غريبه الاطوار، اسمها اصلا غريب. ايه ده؟ الابيتايزر ده من مكان هندي اسمه ايه بقى الابيتايزر ده؟ انديانا ميكس بلاتر. يا رب اكون نطقت الاسم صح، ولو حد هندي بيتفرج على الفيديو ده ايه يا ريت يفهم. تعالوا اقول لكم بقى ده مكون عن ايه، يعني اشرح لكم كده بالملخص. بصوا ده عباره عن بانير باكوره. بانير باكوره يعني ازاي حد ما يعرفش بانير باكوره؟ هي عباره عن بانير باكوره اونيون باكوره. اكيد في بانير باكوره، اكيد في اونيون باكوره، يعني بصل بالباكوره. اكيد عارفين. كارك رول وميكس سمبوسك. ايه ميكس سمبوسك دي؟ يعني ايه سمبوسك؟ طبعا محدش فاهم حاجه من اللي انا قلتها دي، ولا انا اصلا فاهم حاجه من اللي انا قلتها دي. فتعالوا ايه نشوف الحاجه دي ايه، وفين انديانا ميكس بامبوره. انا عايز ابدا بدي. انت متخيل بقى ان الواحد بعد ما جرب الاكل الهندي كتير فهو بقى يجرب ابيتايزر الاكل الهندي؟ انتوا متخيلين وصلنا لدرجه ايه؟ اوه دي حرقانه قوي. دي الباجوره، هي باين عليها. ده في ريحه بصل فظيع. ريحه البصل دي، ايه ريحه البصل دي؟ دي بصله كامله مقليه تقريبا. في الريحه فظيعه قوي. ده انا حاسس ان انا قاعد في محل كشري من اللي هو بتوع زمان دول، اللي هو الكشري على قدهم. قاعد بحل البصل. ده دي اللي هي اسمها اونيون باكورا. يعني ايه اونيون باكورا بقى؟ انا ما اعرفش الصراحه. تعالوا نفتح التانية دي مره. في هو ده هو ده عفن ولا ده دي؟ اوه سنبوسك. بص انا مش فاهم حاجه، بس احنا ايه تعالى نجرب الاونيون دي. دي بصلايه مقليه دي ولا عامله ازاي؟ ده ايه ده اللي تحت ده؟ دي مانجا. مانجة مين يا عم؟ مانجا اسمها مين؟ ده ايه ده؟ استنى، المفروض دي بانيرا باكورا. ده ايه ده؟ كل كل كل. بسم الله. ايه ده؟ دوق عشان عملت كده وعملت ما انا مش عارف ده ايه. بص شكلها تحسها بيض كده في نفسها. ده دي اللي هي بانير باكورا. بانير باكورا مش عارف الصراحه دي ايه. دي بصل. دي مش لازم تاكلها، دي معروف طعمها. تعالوا كده نفتحها. ايه ده؟ هي دي عجينه ومن بره في بصل. ايه ده يا جدعان؟ دي شاربه زيت لحد ما تموت. تحسها بطاطا بس هي يعني هي مش بصل، هي بره بس اللي بصل. ده ايه بقى دي؟ ده دي برضو اللي هي ايه ده ايه ده؟ مانجا يا عم. مانجا مين يا يا عم؟ عم كتير ده ايه ده؟ كمان. ايه ده؟ بص بص. بانيه باكورة. ده ايه ده؟ بس انا دوق كده يا يوسف كل حته عدله. تعالى ندوق تاني. تبقى فراخ. مش عارف فراخ ايه يا عم. دي عامله شبه البيض، عامله شبه الكرنبيط. دي جبنه. جبنه مقليه.
قلت لك تحسها جبنه مقليه. انا مش فاهم حاجه، انا مش فاهم انا باكل ايه اصلا. انا بتاعه البصل دي جاي منها 3 انا قرفانه كلهم. موضوع فظيع. تعالوا نشوف الصوص ايه. ايه الصوص المناخي ده؟ ايه ده؟ ده فلفل سبايسي، ده نبعد عنه. طبعا الهنود مشهورين قوي بالبهارات بتاعتهم والسبايسي بتاعهم. ده ايه ده؟ ده تمر هندي. غريب قوي موضوع التمر الهندي. ايه ده؟ مش تمر هندي، ريحته بايظ. شم كده. شم. ده بايظ. شايف الرغوه اصلا؟ ده المفروض تمر هندي بس ده بايظ. ازاي طلعوا تمر هندي بايظ كده؟ خش على المقبلات. مقبلات ايه؟ انا مش قلت لك اول ما فتحت دي حسيتها بايظه؟ يعني حرام والله الفلوس اللي اتدفعت في الاكل ده. بكام دلوقتي؟ والله 170 جنيه او 160 تقريبا في الرينج ده. الصراحه تجربه مش لذيذه خالص. دي ما برضه مش محتاجه. قلتهاش. لا انا هدوق دي، بس انا حاسسها في حاجه غلط. المفروض رول ميكس وسمبوسه. طب هي فين الرول ميكس وفين السمبوسه؟ هي دي غالبا السمبوسه شكلها. بيبر ميكس. دي رول ميكس اهي. دي رول دي. دي السمبوسه. ايه ده؟ اهي. ده الرول ميكس. ده شكل كده الرول ميكس. هي ريحتها قوي كرنبيط. العجينه غريبه. دي مقليه قوي. كل كسرات دي ولا ايه؟ انا مش عارف انا باكل ايه. انا خايف يكون بايظ وانا باكله. انا حاسس بطعم حاجات زفره. ايه ده يا عم؟ سمبوسه كده، مصدر سمبوسه. تعرف ده عامل شبه ايه؟ فين اللي هي مكوك الفضاء اللي بيطلع الفضاء؟ شبهها. ودي عامل شبه الاهرامات. لا دوق كده. لا بص هتبقى وحشه. يا عم انت كده بتاكل زيت. دوق كده. هي العجينه مقبوله. دوق كده. العجينه مش مقبوله خالص صراحه، طعمها وحش. دوق بيطلع فيها في اللحم. اهي. هتطلع على ايه ده يا ابني؟ ما تاكل. ايه ده؟ عين جمل ولا ايه؟ ريحه حاجه بايظه. هي ريحه حاجه بايظه. عبد عايز تشيل. لا حرام عليك ريحه حاجه بايظه. طب دوق. تعالوا كده نفتحها. تعالوا. المفروض عجينه ولفينا كده بالقفلنا كده بالشكل ده. شكلها يخوف اصلا. أنا مش عارف انت ازاي هندي بتاكل الاكل ده. جامده قوي. بص دي عجينه قويه جدا. ايه ده يا عجينه؟ ايه ده؟ دي بايظه اهي. ده بايظه يا ابني. هي اصلا المفروض ما تبقاش جامده كده. بقول لك ايه، مش ده المطعم عشان انا بص ده المفروض المطعم. بص الكيسه. انا عايز افتحها بس عشان مش ده المطعم. فين كيسه اندي؟ طب هم ليه مدارين الاسم؟ يبقى ده تحت السلم. مضروب ايه ده؟ موجود على طلبات. اندي يا جيد. بص الحاجه بقى جايه عامله ازاي. هي دي بايظه اصلا. هي مستحيل تبقى كده. هي دي بتبقى طريه. ده عفن اهو. ازاي طلعوه كده؟ ايه الهبل ده الاوردر كله بايظ. عشان محدش بيشتريها. ازاي طلعوه كده؟ في الشيخ ايه؟ بص جامده ازاي. دي اصلا المفروض تبقى طريه. بص ده كويس ان انا ما اكلتش الحمد لله. بص حاجه مجلده اصلا. دي فلافل دي محشيه. طب. صفر. بصوا احنا كل حاجه في الاكل الهندي دي حرفيا اتعبت هنا وهتترمى في الزباله بسبب ان الحاجات كلها جايه بايظه. خايف اتعب لان انا اكلت دقت الحاجات البايظه. استغفر الله العظيم. ربنا يستر. اخر بقى مكان وهو مطعم اسماك سي فود، يعني اكل سي فود. يعني جبنا بقى منه ايه يا جدعان؟ ابيتايزر جندوفلي اسكندراني بالثوم ربع كيلو. المفروض ده سبايسي. عاملين 177 يعني 180. هي اتبهدلت قوي. هي ريحه حلوه الصراحه. اوه اوه ريحته خطيره الصراحه. مفيش اي ريحه زفاره نهائي. بس في مشكله ما جابش طحينه. جايب عيش. طول متعود انا باكل الجندوفلي باكل من هنا ويبقى في طبق تاني يبقى فاضي اللي هو تقعد تخب فيه. بص بقى الجندوفلي ده معمول بالثوم. المفروض ان ده سبايسي بقى اللي هو بيحط الفلفل الاخضر. بسم الله. ده تحفه. تصدق حطيت عليه زيت وثوم. لا جامد. بص دي نطلع الجندوفليه كده. بسم الله. طعمها جامد. عايز اقول لكم ان انا ممكن انقنق الربع كيلو ده كله لوحدي. مش هيكفي اصلا. احنا ممكن نخلصه كده واحنا بنتكلم. ممتع اصلا وبتاكل واحده بتكور التانيه واحده ورا التانيه. جامع عيش صراحه. ما بقتنعش الصراحه. هو الجندوفلي بيتاكل كده. هو الجندوفلي ده ابيتايزر. يعني هو بالنسبه لي ابيتايزر اصلا. كون ان هو يتاكل بعيش او باي حاجه تانيه لا. هو نقنقه كده على السريع. بص دي تحسها كده ايه شويه وهتكبر وتبقى بلح بحر. خطير الصراحه. ده يعتبر كده من احلى الابيتايزر اللي احنا جبناها النهارده. بس كده يا جماعه دي بقى كانت تجربه الابيتايزر من 3 اماكن مختلفه. واحد في الشرق وواحد في الغرب. ربنا يستر الصراحه على معدتي. انت ازاي بتتفرج لحد دلوقتي وما عملتش سبسكرايب للقناه؟ واستناكم بقى تكتبوا لي افكار تانية بقى كده نعملها سوا. صح قبل ما انسى اللي هرتب لكم بقى اكتر ابيتايزر عجبني. اول حاجه طبعا وهو الجندوفلي بتاع قدوره. تاني مكان وهو جاست سماش فرايز. وتالت حاجه اللي هي الهندي ودي ما انصحش حد يجيبها لان هي طلعت بايظه. واعفن حاجه جبتها النهارده مكان اسمه اندي عشان بس تبقوا عارفين. هو بس كده يا جماعه كان معاكم جو ناصر. سلام.